من الفضائية الإريترية نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. السدود والخزانات في الإقليم الأوسط تجمع نسبة مياه كافية. بحث تنفيذ برامج التنمية في نقفة. دعوة لحماية الموروثات الثقافية في إقليم الكاشبركة. الصين تفرض عقوبات على 9 شركات أمريكية بسبب مبيعات أسلحة. المركزية الأمريكية خفضت الفائدة لأول مرة منذ العام 2020. الجفاف يقتل الدولفين في نهر الأمازون. إلى التفاصيل. أوضحت الأنباء الواردة من قسم التنمية العمرانية أنه تم جمع كمية كافية من المياه بفضل مستوى هطول الأمطار الجيد لهذا العام. وأفاد مسؤول البنى التحتية الزراعية في الإقليم الأوسط المهندس أبراهام دانييل أنه يوجد في الإقليم الأوسط 86 سدا و42 خزانا لتوفير المياه للاستعمال الشخصي والرعوي بسعة تخزين تصل إلى 69 مليون متر مكعب. وأضاف المهندس أبراهام أنه تم إنشاء سدود مسقرة في غورتيت وعد قبرو وعد كايو صولوت وعد كاشي وأفديو وقلعة وطمعمعو بسعات تتراوح ما بين 20 وحتى 70 ألف متر مكعب ما بين عامي 2019-2020. كما جمعت مياه كافية وتساهم في توفير المياه. وأوضح أن عملية إنشاء السدود تتواصل لتصل عملية إنشاء السدود عرض ربوع إلى 60% وسد رفع إلى 40% وسد عد هوشاء إلى 30%. وأكد مزارعو بساتين عبد الأمزاد التابعة لمديرية قلا نفحي بأن السدود والخزانات في الحواجز المائية المتواجدة في المديرية تكفي لضمان توفير المياه للاستعمال الشخصي والرعوي. كما تساهم في ري البساتين مما مكنهم من الاستجابة لمتطلبات الأسواق المحلية والأسواق المجاورة. وأضافوا أن توفر المياه ساعدهم على توسيع أنشطتهم الزراعية وضمان الاستمرارية. أوضح مدير مديرية نقفة السيد يعقوب إدريس أن برامج التنمية المخطط لها هذا العام بشكل عام وأنشطة الحفاظ على المياه والتربة بشكل خاص تسير بشكل جيد. وأوضح في الاجتماع الذي عقده للأعيان ورجال الدين وإدارة الضواحي وأصحاب المتاجر أهمية الحفاظ على المياه والتربة وإعادة تأهيل الطرق وزراعة الأشجار. وذكر الانتهاء من بناء سدين في أقرع العلاي ومدقدقق وتم تخزين ما يكفي من المياه فيه. وأن عملية بناء السد في ضاحية أبولو على وشك الانتهاء. وذكر أصحاب المتاجر باتباع إجراءات القانونية وتجديد تراخيصهم التجارية. وتعهد المشاركون بالعمل الجاد لضمان التنفيذ الكامل للبرامج التنموية المخطط لها في الموعد المحدد. وجهت دعوة للقيام بجهود مبنية على الدراسات للحفاظ على التراث الثقافي في إقليم الكاشبركة ونقله إلى الأجيال. وتعد كونورا في قومية الكوناما وغولي وفوردينيا في قومية النهر بعض من الاحتفالات والمهرجانات الثقافية والاجتماعية التراثية في الإقليم. ويجب منحها الاهتمام الكبير لدورها في ترسيخ الوئام والمحبة وقرص ثقافة العمل. وذكر المشاركون في احتفال كونورا التراثية الذي نظم في دار ضاحية كوناف ومديرية بارنتو في 16 من سبتمبر أنهم يحتفلون بالمناسبة سنويا للتعبير عن الأمنيات الطيبة والحظ السعيد. وأن الطقوس التراثية هي وسيلة للتعبير عن التمنيات الطيبة للبشر والمخلوقات الأخرى وانتظار الحصاد الوفير وتعهد بالحفاظ على الحياة البرية والماشية والأشجار. ودعا كل من مالك غالا ولاكي بيان من الأعيان إلى مساهمة الخبراء والأعيان والشباب للحفاظ على هذه الثقافة التي هي جزء من هويتهم، حيث أن الأزياء والأدوات الحديثة وانخفاض اهتمام الشباب يؤثران سلبا على الحفاظ على التراث. وعرف الشباب المشاركون في الاحتفال عن الاحترام والاهتمام الكبير بالتراث الثقافي
وشددوا على ضرورة عمل كبار السن والمجتمع والمؤسسات الحكومية ذات الصلة معا لإنشاء منصة للحفاظ على محتواه ونكهته التقليدية. والكندور هو احتفال ثقافي واجتماعي يقام في شهر سبتمبر عندما تكون المحاصيل في مرحلة الإثمار والنضج، ويتطلع فيه المزارع لحصاد محصوله. نظم مكتب السياحة بإقليم الكاشبركة في 15 من سبتمبر الجاري بمدينة بارونتو سيمينارا حول تشجيع السياحة الداخلية لأصحاب المحلات والعاملين بها. وأوضح مسؤول مكتب السياحة بالإقليم السيد سمرت قبر مدهن أن الهدف من السيمينار هو رفع المعرفة المجتمعية بمفهوم السياحة الداخلية وإقامة علاقات شراكة متبادلة ما بين الفئة العاملة في تقديم الخدمات السياحية لتشجيع السياحة الداخلية. وأضاف السيد سمرت أن عدم المحافظة على نظافة المحلات وعدم اتخاذ الإجراءات السلامة اللازمة ورفع الأسعار غير المبرر بالإضافة إلى العمل بالنشاط التجاري دون الحصول على ترخيص هم من أكثر المخالفات الشائعة، مؤكدا قيام إدارة المدن والضواحي والشرطة ومكتب الترخيص التجاري والمؤسسات الحكومية المختصة بالتنسيق ما بينها لفرض العقوبات اللازمة للمخالفين. وقدم المشاركون شكواهم بعدم انتظام توزيع المشروبات الغازية مطالبين الجهات المختصة لفرض الضوابط المناسبة تجاه هذه الأنشطة غير القانونية. قام سكان مدينة كران في 14 من سبتمبر الجاري بحملة نظافة في مستشفى كران. هدف البرنامج للمحافظة على البيئة الصحية ومكافحة الأوبئة مثل احتمالات تكاثر البعوض التي تسبب الإصابة بمرض الملاريا. وأوضح مسؤول قسم مراقبة البيئة بمديرية كران السيد بخيت قبطان أن أنشطة النفير الجماعي لإصلاح البيئة من الأولويات التي تهم المواطن في المحافظة على الصحة العامة. وأشاد مدير مستشفى كران السيد يمان النقوسي بدوره باهتمام سكان مدينة كران وتنظيم أنشطة نفير شهرية لتنظيف المستشفى وضواحيه، مما يساهم في توفير بيئة صحية ملائمة لتقديم الخدمات الصحية. وقدمت مسؤولة مكتب الصحة بالمديرية الممرضة الماس قبره مبرهته سيمينارا تنويريا للمشاركين. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. قالت الحكومة الصينية أنها ستفرض عقوبات على 9 شركات أمريكية في مجال الصناعة الدفاعية بتهمة تسهيل مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحفي أن مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان تتعارض مع مبدأ الصين الواحدة ومع البيانات المشتركة الثلاثية التي تشكل أساس العلاقات بين البلدين. وأشار جيان إلى أن هذه المبيعات تمثل تهديدا للأمن وسيادة الصين وتضر بالسلام والاستقرار في مضيق تايوان، كما أنها تعطي رسالة خاطئة للانفصاليين الذين يدافعون عن استقلال تايوان، معربا عن إدانة بلاده للموقف الأمريكي. وتشكل العقوبات تجميدا للأصول الخاصة بهذه الشركات في الصين وحظر التعامل معها من الأفراد والمؤسسات الصينية. خفض الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة بواقع 50 نقطة أساس إلى ما بين 4.75 و 5% لينهي دورة تجديد نقدي بدأت في مارس 2022. وتوقع المركزي خفضا آخر ب 50 نقطة أساس 0.5% هذا العام، ويعد هذا الخفض الأول من نوعه منذ العام 2020. وأشار بنك الاحتياطي الفيدرالي في بيان له إلى أن المؤشرات الأخيرة أظهرت أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة ثابتة وتباطأت مكاسب الوظائف وارتفع معدل البطالة لكنه لا يزال منخفضا، كما أحرز التضخم مزيدا من التقدم من نحو هدف اللجنة البالغ 2%، ولكنه لا يزال مرتفعا إلى حد ما. وأوضحت لجنة السوق المفتوحة للبنك أنها اكتسبت ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%، وترى أن المخاطر التي تهدد تحقيق أهداف التشغيل والتضخم متوازنة تقريبا.
وزادت المطالبات بخفض الفائدة إثر ضغوط من الأسواق بعد بيانات من سوق العمل صدرت الشهر الماضي أدت إلى توقعات بركود الاقتصادي، مما تسبب في موجة تراجعات عالمية في أسواق الأسهم بقيادة وول ستريت. تسبب أسوأ جفاف على الإطلاق في انخفاض منسوب المياه بأنهر حوض نهر الأمازون إلى مستويات لم يسبق لها مثيل، بينما جفت بعض مجاري الأنهر التي كانت تستخدم في الملاحة سابقا. وانخفض منسوب نهر سوليموس أحد الروافد الرئيسية لنهر الأمازون الذي تنبع مياه من جبال الأنديز في بيرو إلى أدنى مستوى له على الإطلاق في تيباتيغيا، وهي مدينة برازيلية تقع على الحدود مع كولومبيا. وجفت أيضا بحيرة تيفيا القريبة، مما تسبب في نفوق أكثر من 200 دولفين في المياه العذبة من جراء الجفاف العام الماضي. ظهرت طائرة نقل كبيرة تابعة للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني لأول مرة في معرض أفريقيا للطيران والدفاع في قاعدة واتركلوف الجوية في بريتوريا العاصمة الإدارية لجنوب أفريقيا. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تسافر فيها طائرة 20 يو إلى جنوب أفريقيا، مع خطط لكل من العروض الثابتة والديناميكية خلال الحدث. وتستمر النسخة 12 من المعرض حتى يوم الأحد، وتتميز بأحدث الابتكارات في مجال الطيران والفضاء والدفاع. وأكد رئيس اللجنة التنفيذية أن المعرض يوفر منصة رئيسية للاعبين في الصناعة لتقديم اختراقاتهم التكنولوجية والمشاركة في حوار هادف. وإلى جانب الحضور الصيني، ضم المعرض أيضا مشاركين من بوتسوانا والبرازيل والإمارات العربية المتحدة والهند وروسيا وأرمينيا وألبانيا، مما سلط الضوء على أحدث التطورات في التكنولوجيا والسلع والخدمات من صناعة الدفاع الدولية. تذكير بالعناوين مرة أخرى. السدود والخزانات في الإقليم الأوسط تجمع نسبة مياه كافية. بحث تنفيذ برامج التنمية في نقفة. دعوة لحماية الموروثات الثقافية في إقليم القاش بركة. الصين تفرض عقوبات على 9 شركات أمريكية بسبب مبيعات أسلحة. المركزية الأمريكية خفض الفائدة لأول مرة منذ العام 2020. الجفاف يقتل الدولفين في نهر الأمازون. انتهت النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. في أمان الله.